السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديده. نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا كاع غايه وانتم تشوفوا في هذا لا فيديو. وصفتنا لنهار اليوم هي صابلي بالبيمو والعسل، يجي بزاف شباب وبزاف بنين. هنايا عندنا 500 غرام تاع الزبده، معاها رشه تاع الملح وثمن مغارف تاع العسل. هنا كي غادي نديرو عسل ما غاديش نديرو سكر ناعم. نخلطوهم مليح ودرت مغرف صغيره معمره مليح تاع لافاني ونخلطهم مليح كما راكم تشوفوا. انا استعملت يديا، تقدروا تستعملوا باتور ولا تستعملوا بيتخان. نخلطهم هنايا حتى يندمجوا لي مليح مع بعضهم. ومن بعد عندي 8 مغارف كبار تاع مايزينا، 2 مغارف كبار تاع الكاكاو، عندي كاس كبير تاع كاوكاو محمص ومرحي وثلاث حبات بيض. وكما شفتوا في بداية الفيديو علبة ولا باكي تاع بيمو. دي بريفيرونس ديروا بيمو ولا ماكاو. الا كان عندكم ماكاو ثاني يعطيكم بنه بزاف شابه. ثاني البيمو هو الصابلي تاعكم يطيب، بصح كي تاكلوه من بعد تحسوا في رواحكم راكم تاكلوه في البنيون، يجي فيه البنه تاع بنيون. نخلط هنايا، ضفت كاع المكونات مع بعضهم في ضربه، خلطتهم مليح ومن بعد زدت المايزينا. كما راكم تشوفوا. الكاكاو هنايا من الاحسن تستعملوا هذاك اللي يجي بني، تجي فيه ريحه تاع شوكولا، يعطيكم بنه بزاف شابه ولون شباب. نخلطهم هنايا كما راكم تشوفوا. ومن بعد نزيد هذيك الباكي تاع البيمو اللي كنت طحنتها هنايا، طحنوها رقيقه كاع حتى تولي لكم بودره. نضيفها لهذاك الخليط تاعي وندخلهم غير بشويه. هنا كي غادي ديروا البيمو ما غاديش تديلكم فرينه بزاف. جوست هنا ما تلم لكم العجينه، وعجينه تاعكم تكون طريه باش الكاطو تاعكم يجيكم طري وشباب كما راكم تشوفوا. البيمو يلقى يكون مطحون رقيق. لقيت انا هادوك زوج ماهمش مطحونين مليح، قلعتهم تقعدوا تحسوا هكا بيديكم باش من بعد الحبات تاعكم كي يطيبوا ما يتشقولكمش، يجيكم ليس. هنا عندنا كيس تاع خميره كيميائيه، ونبدا نزيد في الفرينه بالتدريج حتى نتحصل على عجينه تكون طريه. هذا هو القوام تاع العجينه تاعنا. كما دائما نعودكم ولا كما دائما نقولكم، الصابلي حلوه في وسط ساشي باش يقعد لكم بالطري وما يبسلكمش، ما تقعدوش اشاك فوا تزيدوا في الفرينه العجينه تيبس. انا هنايا استعملت هذا الشكل اللي جاي خماسي كما راكم تشوفوا. السمك تاع العجينه هذا هو. نديرهم في بلا. كنت رشيت عليه شويه تاع فرينه، ندخلهم فرن مسخن 180 درجه، نشعل عليهم من التحت كي يدو هذيك التحميره من التحت، نشعل عليهم من الفوق يتحمروا شويه ونخليهم يبردوا مليح. بالنسبه للشوكولا استعملت دادا في جيكاو بالحليب. بنتها تجي بزاف شابه، انا نبغي نستعمل دادا. هنايا الكادو تاعي بعد ما طاب كيما شفتوا درت كل زوج حبات مع بعضهم. انا كانت عندي هذه طوفيه كراميل كانت بغيت لي لصقت بها. تقدروا تلصقوه بالكونفيتور بالمربى تاع مشماش، ولا ما تنجموا تستعملوا العسل، خاطش ديجا الكاطو تاعنا درنا فيه العسل، تنجموا تلصقوه بالعسل. نلصق كل زوج حبات مع بعضهم ونخليهم بجهه. هنايا بالنسبه للشوكولا كنت ذوبتها على حمام مائي كيما راكم تشوفوا، كنت زدت لها شويه تاع الزيت كي بغيت نذوبها وجاتني ثقيله. عاودت هنايا درت الزيت ونبقى نزيد في الزيت حتى نتحصل على هذاك القوام اللي راني باغيته. هنا الزيت يخففها وثاني يعطيكم هذيك اللمعه في الكاطو تاعكم. هنايا انا بغيت نزيد لها كاكاو كاو عفوا. بغيت نديرها كلاصاج تاع فيريرو. كان عندي كاوكاو محمص ريحته شوي خشين، ما ترحوش رقيق كاع بزاف وما ترحوش خشين بزاف، يكون في المتوسط. ضفت هنايا حتى نتحصل على القوام اللي راني باغيته. هنا ما نجمش نعطيكم العبر شحال درت شوكولا وشحال درت كاوكاو، حساب الكاوكاو الكميه تاع الكاوكاو اللي راكم باغيينها في الشوكولا تاعكم. هنايا نبدا نقلاصي في الحبات تاوعي كما راكم تشوفوا. هنا تنجموا تستعملوا النوعيه تاع الشوكولا اللي راكم باغينها. جوست هنايا ننصحكم الشيكولا كي دائما كي تخفوها خفوها بالزيت، ما تخفوهاش بالماء ولا بالحليب خاطش تخسر لكم.
انا استعمل هذه الطريقه، ندير فرشيطه نحط فوقها الحبه تاعي ونبدا نقلاصي فيها، ومن بعد حطوها فوق الشباك. تنزل لكم هذيك الشوكولا الزائده من التحت. كي تنزل من التحت تعاودوا من بعد ثاني تلموها وتذوبوها وتخدموا بها. هنا انا اعطيتكم القاعده تاع الصابلي. تنجموا تديكوروه ولا تلصقوه باي كريمه نتوما تبغوها، ولا الكلاصاج ولا التزيين يبقى حسب الرغبه وحسب الاختيار. هنايا بعد ما نكمل الحبه تاوعي كنت شريت هذاك الورد. قلت لكم كنت شريت الورد اسمه الجيبسوفيليا، ولا واه الجيبسوفيليا هكا. هو يجو دي بوكي كبار وانتوما تقصوهم حسب الحجم اللي راكم باغينه في الحبه تاعكم. هنايا قبل ما تنشف الشوكولا نحط هذاك الورد تاعي باش يلصق لي مليح في الحبه. وزدت هنايا كاضافه زدت لها هذيك لافيدور. يتمشاو بزاف مع بعضهم لافيدور والورد والشوكولا. كانت هذه هي وصفة تاعنا لنهار اليوم. نتمنى الفيديو تاعي عفوا تكون نالت اعجابكم. واللي اول مره راها تشوف القناه تاعي ولا تشوف الفيديو، مرحبا بك. ما تنساش برك ديري جيم لا فيديو وديري ابوني للقناه تاعي باش يوصلوك كاع لي فيديو. وهنايا غادي نقسم معاكم حبه باش تشوفوها كيفاه جات. يجي بنين بالبزاف، قلت لكم تحسوا رواحكم راكم تاكلوا في البنيون. لا عجبتكم الوصفه ولا بغيتوا اي وصفه مني اكتبوها لي في التعليقات.